يلا سريعا نتكلم مع بعض عن الماسكارا دي من سيبال. احنا هنجربها مع بعض اكشلي لان انا لسه جايباها جديد من على نون. كانت في الاوردر الاخير اللي عملت له انبوكسنج معاكو. بالمناسبة اللوك ده بعمله في فيديو تاني كده بالتفصيل خطوة خطوة، هتلاقي التوتوريال ده نزل. بس الماسكارا قلت اعمل لها فيديو كده منفصل نجربها مع بعض ونشوف بقى هل هي بتدي فوليوم زي ما هما كاتبين ولا لا، طيب ثباتها عامل ازاي. انا اللوك ده حاسه ان انا مش محتاجه احط رموش، يعني عايزه اخلي رسمه العين باينه وعايزه انعم الدنيا شويه، فهكتفي بالماسكارا. بصوا ده شكل الفرشه بتاعتها، هي مش رفيعه. اوكي، فلو انتي رموشك قصيره او الجفن بتاعك صغير او يعني بتخافي كده تخبطي بالماسكارا في اي حته، فخليكي حريصه وانتي بتستخدميها. وحاسه ان هي بتطلع برودكت كتير عليها. تمام. الطريقه اللي بحبها في الماسكارا ان انا ببدا من جوه، يعني بخلي الماسكارا جوه اقرب حاجه للرموش، وبحرك الماسكارا كده يمين وشمال وبلف لبره وانا طالعه. تمام، جوه اقرب حاجه الف يمين وشمال، وانا بتحرك كده يمين وشمال، انا بلفها في ايدي وبطلع لبره. تمام. بصوا ده كده شكلها من كوت واحده. انا حاسه ان هي بتطول اكتر من انها بتكثف. كده بعد ما حطيت كوت تانية وحطيت في رموشي اللي من تحت كده سريعا، شكلها كده بقى احسن كتير بالنسبة لي. يعني اكثف شوية وفي نفس الوقت ما كلكعتش، يعني ما لزقتش الرموش في بعض بشكل يضايقني. لا، الرموش ما زالت متفرقة بس بقت اتقل واسمك شوية. حتى تلاحظوا الفرق ما بين الرموش اللي تحت هنا وهنا. يعني هنا انا يدوب لمست الفرشة على رموشي اللي من تحت، ما كترتش نهائي. بس بصوا الفرق ملحوظ ازاي. كده بعد ما خلصت الميك اب بتاعي كله، هقعد بيه اطول وقت ممكن. هرجع لكم بعد كذا ساعة نشوف الماسكارا ايه الاخبار، حلوة ثابتة، لو دمعت مثلا شوية هتهبب معايا ولا ايه. واقول لكم اديها كام من 10 وليه. وبعد مرور 8 ساعات تقريبا، دلوقتي الساعة 8:30، الماسكارا بقى عاملة ايه؟ كويسة الحمد لله. المهم هي رغم ان انا دمعت، باين اهو من الايلاينر، بشرتي كلها عرقت، اتبهدلت، انا قاعدة وقت طويل. هي ما هببتش معايا، ما هببتش هنا من الجنب او من قدام، يعني هي ثباتها حلو. ومع ذلك هديها 7/10. ليه؟ الفرشة بتاعتها مش حلوة. لازم تبقي محترفة وانتي بتحطي بيها لان هي تخينة، فممكن تخبط معاكي في اي حتة. صعب توصلي للرموش الصغيرة اللي في العين، لان هي حتى مش طالعة مدببة كده او حاجة. فهي الفرشة بتاعتها تخينة، الى جانب ان هي بتطلع برودكت كتير قوي. يعني مش عارفة انتوا شايفين ولا لأ، بس هو مكلكع عليها، مكلكع على الفرش. فلازم يعني تخفيه، تاخدي بالك وانتي بتحطي عشان ما يلزقلكيش الرموش في بعض كده وتكلكع، فهتتعبك وانتي بس بتحطيها مش اكتر. لكن هي نفسها كويسة.